في لقطة عملت ضجة كبيرة وانتشرت بشكل جنوني على السوشيال ميديا، سبق وعرضناها في المشهد تاج. أظهر الدبلوماسي بياكل في قمة ال20 وقت كان الوزير الأول الجزائري عم يقرأ كلمة الرئيس عبد المجيد تبون قدام قادة العالم. الدبلوماسي هذا فعليا صار ترند، واتضح بعدين أنه فرد من وفد آخر غير عربي وليس ضمن الوفد الجزائري مثل ما ادعت بعض الحسابات على السوشيال ميديا. اسمحوا لي أولا أن أنقل إليكم تحيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. اسمحوا لي بالتطرق إلى النقاط التالية. أولا، تجدد الجزائر الدعوة إلى معالجة عاجلة لمسألة ثقل المديونية وخدماتها على الدول النامية والأكثر فقرا من خلال مقاربة تتضمن مسح جانب منها أو تحويلها إلى استثمارات مباشرة ومجدية في هذه الدول، مع مراعاة ضرورة تصحيح التعقيدات